انتوا عارفين ان في قديس راهب اختطف للسماء، وهناك شاف كل الاسرار الخفية، وشاف كمان الملائكة وهم بيسبحوا ربنا. القديس ده هو بولس الراهب. بولس الراهب اتولد في قرية دنفيق التابعة لمركز نجادة محافظة جنة. باباه كان بيشتغل فلاح وعلمه مهنة النجارة، بس لما كبر بولس كان مشتاق جدا لحياة الرهبنة، وبالفعل راح لجبل دنفيق واترهبن هناك، وهناك اتلمذ على ايد شيخ قديس موجود هناك. ولما ابتدى يزداد بولس في النعمة اخد نعمة الكهنوت، وكان بيقود كل ولاده الرهبان بكل امانة وبيعلمهم اصول الرهبنة. ففي يوم من الايام اختطف للسماء، وشاف هناك كل الاسرار الخفيه، وشاف كمان الملائكه وهم بيسبحوا ربنا. وبعدها رجع تاني لديره، ولما جه وقت نياحته جمع كل ولاد الرهبان حواليه، وقال لهم لازم تحفظوا قوانين الرهبنه بتاعتكم. وبعدها اتنيح بسلام، وتعيد كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه بعيد نياحته يوم 17 من شهر هاتور المبارك الموافق 26 نوفمبر. بركة وشفاعة القديس العظيم بولس الراهب فلتكن معنا ومعكم آمين.